مسلسلات زي قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان دي مش مجرد مسلسلات، دي ظاهرة عالمية بمعنى الكلمة. ملايين الناس تابعوها بشغف وحماس، وعشنا كلنا مع الأبطال والمعارك والمؤامرات اللي حبست أنفاسنا. بس وسط كل الحماس ده دايما في سؤال كده بيخطر على بالنا. يا ترى قد إيه من اللي شفناه على الشاشة ده تاريخ حقيقي، وقد إيه منه مجرد دراما وإثارة؟ في الدقايق اللي جاية هنحاول نكشف الستار ونشوف مع بعض الفرق بين الحكاية اللي في المسلسل وبين اللي حصل فعلا في التاريخ. خلينا نبدأ بأول وأهم حاجة: الأبطال الخارقين. المسلسلات دي خدت شخصيات من التاريخ وحولتها لأساطير شبه كاملة. تعالوا نشوف إزاي ده حصل بالظبط. نبدأ بأرطغرل نفسه. في المسلسل أرطغرل ده بطل أسطوري، سوبر هيرو تقريبا، دايما بيكسب ضد شبكة أعداء معقدة ورهيبة. المفاجأة بقى إن في الحقيقة المعلومات التاريخية اللي عندنا عنه تكاد تكون صفر. يعني كل اللي نعرفه بشكل مؤقت تقريبا إنه كان مجرد زعيم قبيلة على الحدود مع البيزنطيين، وبس على كده. وهنا بقى الخلاصة كلها في الجملة دي. الهدف ما كانش الدقة التاريخية، لا، الهدف كان خلق الإثارة والتشويق للمشاهد. وطبعا ده كان محتاج إن شخصية غامضة زي أرطغرل يتم تضخيمها وتتحول لبطل ملحمي عشان القصة تبقى ممتعة. ونفس الفكرة تقريبا حصلت مع ابنة عثمان. المسلسل بيطلعه لنا دايما في صورة المحارب المندفع والعصبي اللي بيحل كل حاجة بالسيف، لكن المصادر التاريخية بترسم صورة تانية خالص، صورة رجل دولة وسياسي ذكي وصبور، كانت توسعاته مدروسة وبتحصل على مهل. طيب والشيخ إيدي بالي؟ الشيخ إيدي بالي شخصية حقيقية ومؤثرة جدا فعلا، لكن المسلسل حوله من شيخ صوفي له تأثير ديني وأخلاقي كبير إلى مرشد روحي خارق للطبيعة حاضر في كل قرار وكل خطوة، وده طبعا بيضيف بعد أسطوري وروحاني للحكاية الدرامية. تمام، ده كده بالنسبة للشخصيات. طيب إيه بقى أخبار الصراعات نفسها؟ هنا بقى الدراما أخدت راحتها على الآخر. يمكن من أكبر الاختلافات هو موضوع صعود عثمان للحكم. المسلسل بيصوره كصراع دموي رهيب مليان خيانات ومؤامرات بين الإخوة. الحقيقة التاريخية بقى صدمة شوية، مفيش أي دليل على حرب أهلية أو صراعات بالمنظر ده خالص. انتقال السلطة كان هادي وسلس وطبيعي جدا. ونقطة تانية مهمة جدا: الأعداء. في المسلسل بنشوف عثمان دايما في مواجهة مباشرة مع المغول وبيهزمهم كمان. تاريخيا ده كان يعتبر انتحار. عثمان كان أذكى من كده بكتير، كان بيتجنب بذكاء المواجهات الكبيرة والمباشرة مع قوة ضخمة زي المغول، وبيركز على أهداف أسهل وأضمن. وطبعا قائمة الإضافات الدرامية لسه طويلة: قصة الحب الأسطورية مع بالة خاتون اللي بقت محور الأحداث، والموت الدرامي والمؤثر لسليمان شاه، والصراعات اللي بتخلصش بين الإخوة، وشبكة الأعداء العالمية اللي كانت بتحارب أرطغرل لوحده. كل دي كانت بهارات درامية عشان تسخن الأحداث وتخلينا على أعصابنا. نيجي بقى للجزء اللي يمكن بيكشف أكبر فرق بين المسلسل والحقيقة: بناء الدولة نفسه. إيقاع التاريخ الحقيقي كان أبطأ بكتير. في المسلسل تقريبا كل حلقة فيها معركة ضخمة وانتصار ساحق، لكن في الواقع الموضوع كان أشبه بلعبة شطرنج طويلة الأمد. كانت عملية بطيئة جدا بتعتمد على فتوحات صغيرة، غزو قرى حدودية هنا، حصن هناك، وده على مدار سنين طويلة جدا. العملية دي مرت بمراحل طويلة وبطيئة قوي. الأول تأمين القرى اللي حواليهم، وبعدها توسع تدريجي ومحسوب، وسنين طويلة من الصبر والتخطيط لحد ما وصلوا في النهاية للاستقلال الفعلي. الموضوع كان ماراثون مش سباق 100 متر. يعني النقطة الحاسمة اللي لازم نفهمها هي إن المشهد العظيم بتاع إعلان الدولة اللي شفناه في المسلسل ده في الحقيقة مجرد تلخيص لعملية طويلة خدت سنين وسنين. الموضوع ما كانش لحظة واحدة بخطبة حماسية وخلاص، لأ، ده كان تتويج لتطور سياسي وعسكري بطيء جدا ومتراكم. إذن بعد كل ده نوصل لإيه؟ إيه هي الخلاصة؟ خلينا نلخص الفرق الجوهري بين الحكاية اللي بتتحكي على الشاشة وبين اللي حصل في التاريخ. الفرق واضح زي الشمس. المسلسل بيركز على الإثارة والدراما والبطولة الفردية، أما الحقيقة فكانت لعبة سياسة وصبر وتخطيط طويل المدى. الأول حكاية ملحمية تخطف الأنفاس، والتاني قصة بناء استراتيجي لدولة. ببساطة شديدة، المسلسل هو عمل فني رائع، حكاية ملحمية هدفها الأول هو المتعة، وهي مستوحاة من التاريخ لكنها مش وثيقة تاريخية. الواقع كان قصة بناء أمة بالصبر والذكاء السياسي، مش بس بالسيف والمعارك اللي ما بتخلصش. وده في الآخر بيسيبنا مع سؤال مهم جدا نفكر فيه: هل القصص الملهمة والحماسية حتى لو مش دقيقة 100% ممكن تكون أهم وأكثر تأثيرا في حياتنا من الحقائق التاريخية الجافة؟ سؤال يستحق فعلا إننا كلنا نفكر فيه.